آه اليوم المنتخب المغربي أيضا تأهل إلى المباراة النهائية لمقابلة المنتخب الأردني على كأس العرب. المباراة راح تكون في استاد لوسيل إن شاء الله يوم 18 ديسمبر. كذلك راح تكون هناك مباراة أخرى على فكرة، مباراة تجمع المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي على المركزين الثالث والرابع. أسود الأطلس اليوم سطروا أروع أداء لهم في البطولة وتحديدا في الشوط الثاني، وفازوا بكل جدارة واستحقاق وبثلاثية تاريخية في مرمى المنتخب الأبيض الإماراتي. طبعا احنا اليوم أكرمونا أخواننا الأردنيين بالكنافة وجابوا لنا 4 صواني كبيرة، وهي إهداء من الأستاذة نورة إبراهيم السعدي والدكتورة لولان إبراهيم السعدي إلى المجلس. مبروك فوز النشامة وإقبال الكاس. وفي نفس التوقيت جاتنا الحلوى المغربية، جابت لنا إياها زميلتنا أحلام رئيس التحرير البرامج في قناة الكاس، ولكن بالنيابة عنها هي وصلتها بالنيابة عنها ولكل زملائنا اخواننا من اخواتنا من المغرب في قناة الكاس. شكرا أحلام الوليد، وشكرا لكل اخواني زملائي وزميلاتي المغربيات في قناة الكاس. عادل مبروك الفوز. الله يبارك فيك. عثمان مبروك الفوز. الله يبارك في عمرك ابو جاسم. وهارد لك لمحمد الأحمري. أحمد سعيد هارد لك، معوضين خير الحمد لله يا رب. وسبحان من جمعكم اثنينكم في طرف مباراة المركز الثالث والرابع ان شاء الله، ومواجهة أردنية مغربية على المركز الأول. وكنا نتكلم على مباراة السعودية والأردن قبل ما تدخلون علينا، وعلي بن الشيخ، هل يستحق المنتخب الأردني الفوز؟ نعم يستحق، ولو الفريق السعودي دار مقابلة في المستوى، لأن السعودية هاجموا حبوا يسجلوا كانوا يحوسوا على كيف الطريق باش يسجلوا الأهداف، ولكن صابوا مجموعة تاع فريق الأردن، مجموعة قوية دفاعيا اللي حافظت على الدفاع كما يلزم الحال. وكي تكون عندها القوة تاعها، كي تكون عندها الكرة تروح تهاجم، ماشي تقعد من اللور وترمي الكرة، لا تروح تهاجم وتعاود ترجع. دفاعيا كانوا في المستوى الأردن، عندهم البدنية. أنا صراحة استغربت، لأن في الدقيقة الأخرى وتشوفهم مازال يجريوا مور الكرة حتى في 18 متر تاع السعودية. السعودية قلت لك لعبوا كرة، لعبوا كرة مليحة، جراو الكرة، حوسوا يسجلوا كيما داروا، ولكن صابوا كي تصيب مجموعة من اللور غرقت لك كلش، إلا يوليوا الحلول مزوج حوايج، سواء هل من الأطراف باش يمدوا، وهما في هذوك الأطراف يمدوا الكرة في السماء، عندهم هما لاعبين قويين وطوال، دونك صعبت لهم في هذه باش يروحوا بالكرة. سيا الدوساري يروح، سيا يحوس كيفاش يراوغهم ويدخل في المنطقة تاع 18، ولكن دائما تصيب واحد اللي معاه، واحد أو زوج خطرات اللي معاه يغلقوا له. دونك أنا نقول لك مقابلة، شفنا مقابلة المستوى عالي. أنا هاد كأس العرب تاع بين 21 ودركا مستوى طلع، الفريق اللي تشوفه يلعب تتمتع فريمون يا خويا، يعطيهم الصحة. السعودية نقولوا لهم الله غالب، هذه كرة القدم، داروا كاع المجهودات اللي لازم، ومبروك على الأردن. شكرا كابتن مبروك على المغرب كانت. أحمد الخلايلة الآن في فندق ذا بيست، مقر بعثة المنتخب الأردني، مع والد ووالدة من سجل هدف التأهل، نزار الرشدان.